أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في شهر محرم نتذكر حادثتين هامتين في تاريخ الدعوة الإسلامية. الحادثة الأولى في أول الشهر حادثة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحادثة الثانية هي في العاشر من شهر محرم، وهي نجاة موسى وقومه من فرعون وجنوده. أعظم حدث في تاريخ الدعوة الإسلامية في زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو هجرته من مكة إلى المدينة، وأعظم حدث في تاريخ دعوة موسى عليه السلام هو هجرته وخروجه من مصر إلى سيناء مع قومه الذين آمنوا معه، ونجاة محمد صلى الله عليه وسلم من قبضة قريش مثل نجاة موسى من قبضة فرعون. ولذلك نعتبر بأن عاشوراء هو يوم من أيام الله بسبب انتصار الدعوة الإسلامية في زمان موسى عليه السلام. والهجرة أعظم حدث لأنها كانت انتصارا للدعوة الإسلامية في زمان محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نصوم يوم عاشوراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا متذكرين أننا ننتسب إلى موسى عليه السلام كما ننتسب إلى جميع الأنبياء والمرسلين. فقال عليه الصلاة والسلام: يوم وجد اليهود يصومون هذا اليوم في المدينة نحن أولى بموسى منهم، فصامه المسلمون، ولمخالفة اليهود أمر بصيام يوم قبله أو يوم بعده. صيام يوم عاشوراء يدل على أننا لا بد أن نتذكر، فنحن مأمورون ونحن نصوم يوم عاشوراء بأن نتذكر هذه الحقيقة. أولا أننا ننتسب إلى موسى وغيرنا لا ينتسبون. ثانيا نتذكر بأن الذي نصر دعوته وهو الله سبحانه وتعالى في زمان الأنبياء قادر على أن ينصرها في كل وقت وفي كل حين. وهذا هو مفهوم قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم وهو يتحدث عن يوم عاشوراء: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. فلما خرج موسى عليه السلام ونجاه الله وقومه المؤمنون معه من مصر ومن قبضة فرعون، أمر الله نبيه وهو في سيناء أن يذكر دائما قومه باليوم الذي نجاهم الله من فرعون. ما فائدة ذلك؟ ما فائدة التذكير بأيام الله؟ فائدة التذكير بأيام الله في حالة موسى عليه السلام هو أن يحفز بني إسرائيل الذين كانوا مأمورون في سيناء أن يدخلوا الأرض المقدسة: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، حتى ينتصروا على وثنيي الأرض المقدسة لتنتصر الدعوة في فلسطين. فكان يقول لهم وهم خائفون من مواجهة الجبارين، يقول لهم: تذكروا يوم نصركم الله على فرعون، فالذي نصركم على فرعون قادر أن ينصركم على الجبارين. وبما أنهم لم يقوموا بهذا الأمر وهو مواجهة الوثنيون المحتلون للأرض المقدسة في ذلك الزمان، فمحمد عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نأخذ هذا الأمر عنهم، فنتذكر نحن ذلك اليوم الذي انتصر فيه موسى وهو يحمل الرسالة على فرعون. ولنتذكر أيضا نحن بأن لنا مهمة في هذه الحياة، وهي نصرة الدعوة الإسلامية. ولن تكون هذه النصرة للدعوة الإسلامية دخول الأرض المقدسة وتطهير المسجد الأقصى المبارك بالمفهوم الواسع، أن نتذكر أننا سننتصر على أكبر قوة في العالم إذا تذكرنا أن الله نصرنا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبارك الله فيكم.